سيادة النقيب، دلوقتي الدنيا مقلوبة على محمد رمضان. ما انا هل عارف النقابة ممكن تفتح تحقيق في هذا الأمر، تستدعي رمضان لما يجي عشان تعرف الحقيقة؟ ما هو حضرتك كنقيب مع الرأي العام وضغط الرأي العام طبعا مطالب طبعا كنقيب لازم طبعا يكون في. انا لما يجي هستدعيه في النقابه وهطلب منه بيان رسمي اللي هو قاله لي عشان يبقى ده موثق وننزله قدام الاعلام كله. بيان وليس تحقيق. ما هو لازم الاول افهم الموضوع يا استاذ احمد. اصل الاتهام برضه ليه اركان. طبعا. لا يعني انا النهارده انا يا فندم انا يعني عايز حضرتك تعمل وحضرتك مش محتاج حد يقول لحضرتك حاجه، سيادتك فنان قدير ورجل محترم ونقيب محترم وكل شيء، وتدافع طبعا عن الدنيا كلها ولكن انا بتكلم هنا على امر بالنسبه لنا، احنا ما عندناش عداوه زي ما قلت مع الديانات على الاطلاق، بنحترم كل الديانات، ولكن احنا كشعوب رغم عندنا سنوات طويله اتفاقيه ومعاهده، ولا عندنا بعض الحاجات كده، يعني احنا كشعوب يعني. بالظبط. وعايز اقول لك حاجه يا استاذ احمد، احنا النقابه الفنيه الوحيده، الكلام ده على مسؤوليتي، اللي شطبت عضو لانه اعلن تطبيعه مع اسرائيل. وهو الاستاذ علي سالم. نعم. انا بقولها بعلو صوتي، احنا النقابه الفنيه الوحيده اللي شطبت عضو من سجلاتها لانه اعلن تطبيعه مع اسرائيل. فخلينا ننتظر محمد يجي من السفر اللي هو فيه، وانا هطلبه في النقابه افهم منه الموضوع اكتر من هو شرحه لي في التليفون، لكن انا هطلبه في النقابه، يجي النقابه يوضح قدامي قدام كل مجلس اداره النقابه الموقف بالظبط. لكن انا قلت لحضرتك اللي هو قاله بالظبط، ان هو قال لي انا ما اعرفش مين، انا بتصور مئات الصور، انا لم اكن اعلم ده مين، ومش مفروض مني اسال كل واحد بيتصور معايا انت جنسيتك. طيب خلينا محمد رمضان على جنب. لو هذه الصوره يعني زي ما بقول كده ثبت ان محمد رمضان انه عرف، لو احنا تاكدنا من هذا الامر، هل بيبقى في اجراء منكم كنقابه؟ اذا انا بقول اذا يعني بص يا استاذ احمد، لو محمد يعني انكر ده تماما، ده يعني ما اعتقدش ان محمد بعد ما انكر هيقول اقوال اخرى. لكن في الاخر لو في حاجه اعلى من كده دي بتبقى مستواها التحقيق، لا انا ولا انت اللي بنقول، لجنه، لان طبعا تفسير التطبيع ما هو التطبيع، والتطبيع هو اقامه اعمال مع العدو الصهيوني او مع العدو الاسرائيلي. هل هو اقامه اعمال؟ يعني مش عايزين نفتح باب يعني نسبق اوانه، لكن انا لست مدافعا عن احد، انا بعرض الصوره بحياديه تامه، اللي قالوا لي محمد رمضان بحياديه تامه. عارف اسرائيل محتفين ازاي بالصوره دي دلوقتي؟ مش عايز اقول لحضرتك قد ايه طبعا محتفلين بيها. قالوا لي اصدقائي كتير قالوا لي فمحمد هو دلوقتي مسافر، هو يعني هيرجع خلال يوم او يومين، ويجي نستدعيه في النقابه ويوضح الموضوع ونعلن قدام الراي العام كله الموقف. لكن انا بقول لحضرتك تعليقي ان محمد رمضان اذكى بكتير جدا من انه يبقى عارف ان ده اسرائيلي ويتصور معاه ويبقى يعني بالدعايه والصحه بالحق. احنا كنقابه ضد التطبيع تماما زي ما حضرتك بتقول كده. الاتحاد العام للنقابات كله ضد التطبيع. كله ضد التطبيع. واحنا النقابه الفنيه الوحيده، بعيدا لحضرتك المره الثالثه، اللي شطبت عضو لانه طبع. في نقابات بقى بتدعي، هي معلش مع احترامي، يورونا، يجيبوا دفاترهم وسجلاتهم ويورونا. بس احنا شطبنا احنا شطبنا علي سالم لما اعلن تطبيعه مع اسرائيل، شطبناه. ده عايز اقول لحضرتك يا سياده النقيب، محتفي وحضنه حضن كانه مثلا يعرفوا بعض من 50 سنه، حاجه عجيبه بصراحه. ما هو بص، التقييم ده بقى يا استاذ احمد، ده ما هو خلي بالك من حاجه، ما احنا يعني انا مثلا كنت في عزا من شويه وانا خارج، اتلموا عليا ناس يتصوروا معايا، واللي بيحضن واللي بيحط ايده على كتفي واللي بيعمل. خلي محمد هو يبرر ما حدث، انا مش هبرر، انا قلت اللي قاله لي بحياديه تامه. ننتظر لما محمد يجي من السفر، هنستدعيه في النقابه ويعلن ده ونعلنه كلنا قدام الرئيس.